الرحلة 401. إيه اللي حصل في رحلة الطيران 401؟ وإيه السر اللي خلى الكباتن اللي ماتوا دول يظهروا لكل كباتن الطيارات اللي من نفس نوع الطيارة دي؟ يا ترى إيه اللي شافوه الطيارين دول قبل ما يموتوا؟ اللي حصل يوم 29/12/1972 وعلى الساعة 12 ونص بالليل، في راجل اسمه جورج ماركيز كان خارج هو وصاحبه على قارب هوائي، وصاحبه اسمه راي داكسو، وخارجين في منطقة مستنقعات اسمها إيفريجلينز اللي موجودة في فلوريدا علشان يصطادوا ضفادع. وأول ما الاتنين وصلوا للمكان اللي هيصطادوا فيه، راحوا مطفين كل النور بتاع الكشافات اللي معاهم، وروبرت راح منور الكشاف اللي في الطاقية بتاعه. المهم وهما مندمجين في صيد الضفادع بتاعهم يتفاجئوا بانفجار شديد جدا. هما الاتنين فجأة انصدموا وطلعوا يجروا ناحية الانفجار، والانفجار ده قام بسرعة وانطفى فجأة بسبب الماء اللي موجودة في المستنقعات. ولما وصلوا مكان الانفجار شافوا منظر مرعب، طيارة كبيرة متدمرة وناس كتير بيستنقذوا إن أي حد يلحقه. الناس بتصرخ وهما الاتنين فورا حاولوا إن هما ينقذوا أي حد يطلعوه ويحطوه في القارب اللي معاهم. فقاموا راحوا مبلغين غفر السواحل عشان يجوا ينقذوا الناس دي، وفعلا غفر السواحل جم وفضلوا لحد تاني يوم الصبح بينقذوا في الناس، والحمد لله قدروا ينقذوا 75 شخص. المهم الحادثة دي بقى ما خلصتش لحد هنا، وبالعكس دي بداية لأحداث تانية كتير مرعبة للطيارين اللي هيركبوا من نفس نوع الطيارة دي. يا ترى بقى ايه اللي حصل او ايه السبب ورا كل الكلام ده؟ الحكاية من الأول. وفي اليوم ده على الساعة 9:29 بالظبط، الرحلة 401 المفروض تتحرك من مطار جون إف كندي اللي في نيويورك علشان توصل في مطار ميامي في فلوريدا. وبالفعل الرحلة اتحركت وكان فيها 176 شخص، منهم 13 شخص بس من الطاقم. والرحلة دي المفروض إن هي غالية شوية نوعا ما، لأنها بتستخدم طيارات معينة ومن طراز معين اسمها لوك هاد 1111 طراز. وده كان نوع من الطيارات متطور وكان عبارة عن طابقين، والرحلة بتشيل لحد 400 شخص. الدور الأولاني للركاب، أما الدور التاني للمضيفين. الدور التاني ده فيه استراحة وحمامات وحاجة يعني فاخر من الآخر. أما الشركة صاحبة الرحلة اسمها ستيرن إيرلي. المهم كالعادة الشركة فحصت الطيارة دي وعملت كل اللازم قبل ما الرحلة تبدأ في الطيران. المهم الرحلة اتحركت، والطيار الأساسي بتاع الطيارة اسمه روبرت لوفت. والطيار ده طيار كبير جدا وعنده خبرة مهولة، وطار لمدة 32 سنة، ومن أفضل 50 طيار في الشركة كلها. ومعاه المساعد بتاعه أربرت جون ستوكستيل، ومعاه مهندس طيران اسمه دون ريبو. وكان معاهم واحد كمان تاني كان شغال معاهم في الشركة وراجع من سفرية فخدوه معاهم، والراجل ده اسمه أنجلو دون ديو. ولحد هنا الرحلة كانت تمام وكله ماشي حلو. والمهم يا سيدي الرحلة كانت ماشية حلو، وجم بقى عند ميعاد الهبوط اللي هو المفروض في ميامي، وكانوا بيتشيكوا على العجل بتاع الطيارة عشان ينزلوا وكده. ولكن اللي حصل إن لمبة التشيك نورت، وفي عجلة من العجلات فيها مشكلة، والعجلة دي كانت العجلة الأولانية اللي في مقدمة الطيارة. كده طبعا الكابتن مش هيقدر يهبط وعجلة الطيارة اللي قدام منزلتش، فجربوا إن هما يرفعوا العجل وينزلوه تاني يمكن معلق، لكن برضه العجلة منزلتش واللمبة فضلت منورة. فقعدوا يحاولوا فيها كذا مرة لحد ما خلاص مفيش أمل، وراحوا فورا مبلغين مطار ميامي باللي حصل ده كله. فالمطار قال لهم لأ طبعا ارجعوا تاني روحوا إيفريجلينز، المستنقعات اللي أنا حكيت لك عليها في الأول. يعني لفوا شوية على بال ما نجهز لكم اللي انتوا تنزلوا يعني وكده. كانوا عاوزين يعني يفضلوا المدرج كامل عشان ينزلوا فيه، عشان لو حصل حاجة لا قدر الله يبقى المكان فاضي مفهوش أي خسائر. الطيارات اللي كانت من النوع ده أصلا كانت لسه جديدة، ويا دوب الطيارة دي بالذات بقالها شغالة مع الشركة يا دوب 4 شهور. وبالفعل عملوا كده، الطيار راح مشغل الطيار الآلي، وفضلوا كلهم مركزين مع اللمبة اللي مش بتقيد دي، وكانوا بيحاولوا لكن مفيش فايدة. ومع كتر المحاولات الكتير اللمبة دخلت منهم واتحشرت وما طلعتش تاني. وفي الوقت ده بقى الطيار طلب من المهندس اللي معاه ينزل يشوف الغرفة اللي منها يقدر يشوف العجل اتفتح ولا لأ. هتسأل نفسك وتقول لي هو الكلام ده ينفع يا عم الحاج؟ هقول لك أيوه، لأن في غرفة اسمها غرفة الجحيم. المهم يا سيدي من حظهم المهبب والمنيل إن الطيار كان بيتواصل مع المهندس اللي تحت في غرفة الجحيم دي، ما خدش باله إنه حرك الدراع بتاع المحرك الآلي. فالطيارة فضلت تنزل واحدة واحدة، ولكن بطريقة بسيطة جدا. يعني محدش خد باله إن الطيارة بتنزل أصلا. كل ده وهم مش واخدين بالهم، الطيارة عمالة تنزل في النازل، هما مش واخدين بالهم لأن كله كان مالي مع المهندس والعجلة بتاع القيادة واللمبة اللي مش بتنور، وسايبين الطيارة تهبط. والمهم الجرس بتاع الطيارة ضرب، ومفيش ولا واحد فيهم سمعه، مش عارف مسمعوش ازاي. يعني الجرس بتاع الإنذار ضرب ومحدش سمعه، ده كان ممكن ينقذهم. ولك أن تتخيل بقى الطيارة زي ما قلت لك اتفرقعت، أو ما اتفرقعتش أوي يعني، انقسمت لأربع أقسام.
في أجزاء سليمة وأجزاء بايظة. ولما الطيارة وقعت في المستنقعات كان لسه في ناس عايشة وقدروا ينقذوا 75 شخص زي ما قلت لك برضه، ويعتبر كده في 101 شخص ماتوا. لحد هنا انت ممكن تفكرها حادثة عادية وعادي يعني الموضوع عدى، ولكن الغريب إن في شخص توقع إن الحادثة دي هتحصل من قبل ما تحصل أصلا. التقارير قالت إن في مضيفة من شركة ستيرن بلغت صاحبتها إنها بتحلم حلم مرعب، والحلم ده بيتكرر معاها بقالها فترة. الحلم عبارة عن طيارة كبيرة بتقع في مكان ضلمة ومليان مستنقعات مية، وكان في المستنقعات هدايا الأطفال وأعياد ميلاد. والمهم الحلم ده فضل يتكرر معاها دايما. وأصلا لما الطيارة فرقعت غفر السواحل كانوا بيغنوا للناس وكده وبيعملوا لهم هدايا أعياد ميلاد وكده عشان إيه؟ يلهوا الناس عن الجرح والحاجات اللي حصلت لهم وكده. يعتبر هي حلمت باللي هيحصل كله. فجت بقى لما كانت هتطلع الرحلة 401 هي حست بحاجة مش مظبوطة، فقررت إن هي مش هتطلع الرحلة دي. وكمان بلغت واحدة من صاحباتها المضيفات عن اللي هي بيحصل ده وهي مش مطمنة، ولكن صاحبتها ما كانتش مصدقة خالص، ما كانتش واخدة كلامها بجد يعني ده حلم عادي، لأنها أصلا كانت مصرة إنها ما تطلعش الرحلة دي، وإن هي مش مستريحة وحاسة إن الطيارة دي هي اللي بتحلم بيها على طول. المهم عامة مش دي الحاجة الغريبة الوحيدة اللي حصلت. زي ما قلت لك الطيارة دي كانت غالية وكانت مكلفة الشركة كتير، وزي ما قلت لك إن الطيارة التانية في أجزاء منها لسه سليمة. فالشركة تعمل إيه بقى؟ بعتت تلم الحيطان بتاع الطيارة اللي اتفرقعت علشان تاخد الأجزاء اللي شغالة ومفيهاش مشاكل وتستخدمها كقطع غيار للطيارات اللي من نفس نوع الطراز بتاع الطيارة دي. المهم يحصل إيه بقى بعد كام شهر وتحديدا في الصيف سنة 1973 كان في رحلة من نفس نوع الطيارة دي وكان عليها نائب رئيس الشركة لأنه كان عنده اجتماع في فلوريدا. المهم هو أول ما ركب الطيارة وقعد يتفاجئ إن في طيار لابس هدومه كاملة وماشي بيدور على أي كرسي فاضي عشان يقعد فيه، ودي أصلا حاجة عادية لأن وقتها كان أي طيار تبع الشركة ممكن يركب عادي من غير أي حاجة. المهم إن هو يشوف أي كرسي فاضي ويلحق يقعد عليه، وخصوصا يعني لو المكان اللي هو رايحه ده تبع نفس الرحلة يعني هما واخدينه في السكة يعني عشان إيه ينجزوا وقت وكده. المهم أول ما النايب شافه كده قال له تعالى في كرسي جنبي تعالى اقعد. وقعد يتكلم معاه على الرحلة اللي فاتت اللي هي من كام شهر اللي هي اتدمرت دي. الطيار اللي هو النايب كان بيتكلم معاه عادي، بس اللي هو الطيار التاني كان باصص ناحية الشباك طول الوقت مكانش مديله وشه. المهم في نص الكلام النايب لما كان بيتكلم عن الطيارة بتاع الحادثة اللي فاتت الطيار يلف وشه للنايب، فالنايب يتفاجئ بيه إن ده روبرت لوف، وده نفس الطيار اللي كان في الطيارة اللي انفجرت من كام شهر، الطيار الأساسي يعتبر. والمفروض إن الطيار ده مات وشبع موت وهما بالفعل تأكدوا إن هو مات وفحصوا جثته. وأول ما النايب ده شافه قعد يصرخ فجأة ويتنفض، وقام روبرت لوفت ده اختفى فجأة من قدامه. قام منع الطيارة من الإقلاع وراح للأمن بتاع الطيارة علشان يشوف اسم الشخص ده كان موجود على الرحلة ولا لأ. قام كل اللي هناك أكدوا له إن لا في روبرت ولا في أي حد ولا المواصفات اللي أنت بتقولها دي موجودة على الطيارة أصلا. هتقولي ما يمكن الراجل بيتهيأله أو بيخرف. هقول لك لأ، مش دي المرة الوحيدة اللي روبرت ظهر فيها للناس، لأن في مضيفة طيران تاني شافته وهو لابس هدومه كاملة في طيارة تانية. وقتها بتقول إنها راحت عشان تتعرف على اسمه لأنه كان لابس لبس الطيار زي ما قلت لك. هو كان قاعد موطي راسه، فهي بتكلمه ومردش عليه، فراحت مكررة الكلام تاني برضه مردش عليه. فلما لقته مش بيبصلها ولا رافع لها راسه فراحت منادية للمشرف بتاع الطيارة. فلما جاله المشرف ده ما رفعلوش برضه راسه، فشكوا إن في الموضوع فراحوا مبلغين مساعد الطيار، واللي أول ما شافه وشاف ملامحه اتعرف عليه فورا وعرف إن هو اسمه روبرت. وأول ما نادى عليه اختفى من قدامهم هما التلاتة. الطيار الأساسي بتاع الرحلة دي ما كانش مصدق وقتها اللي هما بيقولوه ده خالص، فقرر إنه يفتش كل اللي في الطيارة ويتعرف على أسمائهم كلهم، لأن إزاي 3 أشخاص يقولوا حاجة زي كده، حاجة مش منطقية يعني. وغير كده برضه مش دي المرة الأخيرة اللي ظهر فيها روبرت، وده لأن في أكتر من بلاغ لأشخاص شافوه وهو بيتمشى في الطابق اللي تحت من الطيارة اللي هو بيكون فيه الطاقم والمضيفات. الغريب إن في مضيفات كانوا بيقولوا اللي هو كان بيظهر لهم فجأة وبيتكلم معاهم وفجأة بيختفي من قدامهم. خد بقى الأغرب، مش بس روبرت اللي كان بيتبلغ عنه اللي هو بيظهر، لأنه شاف في أكتر من رحلة من نفس نوع الطراز بتاع الطيارة، لأن زي ما قلت لك في 4 أجزاء كانوا سلاح، فكان بيظهر في كل الأجزاء دي في الطيارات دي كلها. وبرضه مهندس الطيران اللي اسمه ريبو اتشاف مع المضيفات يقف معاهم وفجأة يختفي من قدامهم. كذا مضيفة بلغت على الأحداث اللي هم شافوها في الرحلة 318 اللي هي من نفس نوع الطراز بتاع الطيارة الأولانية اللي هي انفجرت. وكان بيحصل حاجات كتيرة في الطيارة دي، والرحلة وقتها كانت لسه ما اتحركتش ساعتها، وفي ناس من اللي هم بيحجزوا الأكل نزلوا للدور اللي تحت
عشان ياكلوا وكده، ويتفاجئوا إن ريبو واقف قدامهم وبيبصلهم، وأول ما يقربوا منه يختفي فجأة من قدامهم. كلهم اترعبوا والطاقم كله حلف إن هو مش هيطلع الرحلة دي. كان وقتها لسه الطيارة ما طلعتش أصلا، كلهم خرجوا منها واعتذروا فورا. وفي برضه واحدة من الركاب بلغت إن هي شافت ريبو، وهي أصلا في الأول ما كانتش عارفة هو مين ده أصلا، لكنها اتفاجأت إنها شافته ظهر قدامها مرة واحدة من العدم. فراحت منادية واحدة من المضيفات عشان تسألها هو ده جاي هنا فجأة إزاي يعني وكده، ظهر فجأة كده من العدم. وأول ما المضيفة جت عشان تسأله أنت مين اختفى فجأة من قدامها. هتقولي ما يمكن هي بيتهيأ لها، هقولك ده هي كانت موزوعة هي والمضيفة، لدرجة إن هم عرضوا عليها صور للطيارة اللي هي القديمة اللي ماتت فرقعت دي يعني، واتعرفت عليه. هو المهندس بتاع الطيارة، هو ريبو. المهم الشخص ده اتشاف تاني برضه، بس المرة دي من الكباتن والمساعدين بتوع الطيارة نفسهم، وقالوا اللي هم سمعوا صوت خبط شديد جدا جاي من كابينة القيادة اللي موجودة في الطيارة. المهم لما مشوا ورا الصوت اللي جاي ورا الخبط ده يعني، اكتشفوا إن هو طالع من صوت غرفة الجحيم. فالكابتن قرر إن هو يبص ويشوف مين اللي بيخبط تحت، ويتفاجئ إن قدامه ريبو هو اللي واقف تحت في الكابينة تحت. وريبو بصله لفوق، وقام مرة واحدة اختفى من قدامه. في قصة بقى أغرب بقى من كل دول، كان في رحلة من نفس نوع الطيارة ومن نفس نوع الطراز كانت معدية من فوق إيفر جرينز. المهم كل الركاب كانوا بيسمعوا إن الكابتن بيتكلم في المايك بتاع الطيارة، وكان بيزعق وصوته عالي وبيقول لهم اربطوا حزام الأمان فورا. الناس كانت مرعوبة وبيقولوا هو ليه الكابتن بيتكلم بالطريقة دي، والمرعب أكتر إن الكابتن بتاع الطيارة ما اتكلمش ولا فتح بقه. ولك أن تتخيل بقى إن هما بعد ما اتعرفوا على الصوت والنبرة بتاع الصوت دي عرفوا إن ده قائد الطيارة الكابتن يعني روبرت لوفت، الطيار القديم بتاع الحادثة اللي فرقعت. وخد بالك الموقف ده اتكرر أكتر من مرة، بس المرات التانية ما كانش بيقول لهم اربطوا حزام الأمان، بيديهم شوية تعليمات تانية. كل ده كان بيحصل في نفس النوع بتاع طراز الطيارة اللي هي فرقعت، مش طيارات تانية، نفس النوع بتاع الطراز اللي هي فرقعت بس. والغريب بقى إن أوقات الصوت ده كان بيقول لهم إن في تنبيهات هتحصل وحاجات معينة في الطيارة فيها عطل وكده، كان بيديهم التعليمات دي أول بأول. ولو في يعني شوية حرائق بتحصل في الطيارة في جزء معين، يكتشفوا إن فعلا الكلام اللي بيتقال في المايك فعلا موجود في الحقيقة، وكأن روبرت لسه معاهم في الرحلة. طيب ليه كل ده بقى بيحصل، واشمعنى بس نفس نوع الطيارة دي بس هي اللي بيحصل فيها كل ده؟ لأن طبعا الشركة خدت الأجزاء السليمة من الطيارة اللي فرقعت حطتها في الطيارات الجديدة من نفس نوع الطراز دي. فالحاجات اللي حصلت فيها دي كلها طبعا في ناس كتير ماتت وبتاع، فحصل فيها حاجات غريبة مني يعني. بس كده.